أنا حاولت بقالي 10 سنين في مصر، كنت عايش في مطبات وعايش في تخبيطات ومشاكل. كل اللي أنا عايز أقوله إن محدش بيسافر إلا غصب عنه. يعني إحنا بنقعد 15 سنة في التعليم في مصر تقريبا، يعني الافريج 15 سنة بنتعلم وفي الآخر ما بنلاقيش حاجة في النهاية. يعني تيجي في الآخر تلف على وظيفة والوظائف كلها بوسايط. لازم يكون عندك واسطة عشان تشتغل في أي مكان. كنت طبعا بعاني أول ما جيت إن أنا ما أعرفش حد خالص. لما نقلت دبي كان الموضوع أكبر، لأن دبي طبعا أكبر من العين بكتير، وكنت حاسس إنها تايه. فعايزين نخلي الفراغ الكوني اللي احنا فيه ده يبقى حاجة واقعة حقيقية حصلت قدامنا. والله كان يعني الشباب بقى في ايفنتات، في خروج، في فسح، في بنتقابل، في بنتجمع مع بعض، بنسأل على بعض، بنغني. على بالي على بالي حبيبي، على بالي على بالي على بالي ابن بلدي، على بالي لا يا مصري لا لا لو تهجر بلدك وتسيب ناس بلدك دي أولاد. لا يا مصري لا لا لو ألف لا. مش سامع حاجة. ليه تبعدوا وحبايبك تسالي يا ابن بلدي ليه؟ فين الجواب فين الرسالة هتبعتهم أوام أوام نسيت هوانا يبعتوا لا 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 لا. يلا على بالي على بالي حبيبي، على بالي على بالي على بالي ابن بلدي. يلا على بالي على بالي